اعلى شخص في شمال افريقيا. جبت لكم زنزانون لحد عنده. اوصل كلمه واحده، تحياتي لفلسطين وفلسطين. فلسطين حره. صباح الخير من مراكش. انت حتقرر انك تاكل. الله ايوه هذه اسرع قطار في افريقيا. البحرين دي ملتقى البحرين. يعني هنا تقدروا تشوفوا البحر المتوسط لونه افتح شويه وعلى طول المحيط الاطلسي. وماشي بقى مكمل. طيب الساعه دلوقتي 6 ومنطلقين لمطار القاهره عشان نطلع على المغرب. الشنطه جاهزه. بسم الله تعالى الله. صباح الفل. ممكن قدام عند السفر الدولي. تسلم ايدك. السلام يا باشا. الله يخليك. المطار زحمه جدا. الكترونيك معايا فيزا امريكا. وصلنا الجوازات. الله دخلنا المغرب كازابلانكا. عندنا شوية أهداف بقى، محتاجين نستكشف ازاي هنروح المكان اللي هنقعد فيه، ومحتاجين ننزل نستكشف كازابلانكا نفسها. كل ده النهارده. 917 حلوين. أول مرة. ضياء فيلمز. يعني جاي توريهم المغرب. جاي أفرجهم على كل حاجة. راح توريهم خلاص. أوريهم بقى. اكل. أي. 917 وقع علينا. 400 600 800 900. شكرا وإقامة سعيدة. شرفنا بيك. ربنا يخليك. ما كتبتيليش اكتبها لك. العملة درهم مغربي، وال100 917 يعني تقريبا ال10 درهم بدولار مغربي، اسمه درهم مغربي. فدي أول معلومة عرفناها. أول لما تخرج تسأل على الإي سيم هناك، وبعد كده تاخد محطة القطار من الناحية دي. 60 جيجا ب $30. بس قول ان انت عايز ايه سيم. جايين نأجر عربية اهو عند الناس الجميلة دي. محمد ابو ريحان. شيماء قالوا ان هم هيظبطوني في السعر، بس هنعرف دلوقتي ده صح ولا بيضحكوا علينا. تقول لهم السعر ده بقى اسعار طالعه ولكن اعطيك سعر خاص. هو على فكرة محدش هيفهم اي حاجة من اللي هم بيقولوه. 5 ايام ب 40 والله 45 العملة المغربية، وانا اجرت ب $225 الخمس ايام، يعني حوالي 2250 درهم مغربي. اللي انا سمعته كازابلانكا اللي هي الدار البيضاء جايه من كازا يعني بيت، وبلانكا ابيض. ايوه اللي هو البحاره البرتغاليين زمان كانوا لقوا بيت ابيض، فده كان بيرشدهم للمكان، فقالوا لك كازابلانكا. كازابلانكا فبقت كازا صح؟ انا كنت رايح اخد القطر وامشي. على اليمين اسمه ايه؟ ياسين كار. ياسين كار؟ مياسين كار على اليمين. ايوه. ندهوني وصراحه اغروني. الرقم ديالي اللي بغى يجي مرحبا به، عندنا خصم اللي يجي. وعندنا عربيه الشارع. اجر لي بس عشان تبقوا عارفين، اجر لي العربيه ب 45 وخادم المطار 5 ايام. هاخدها من المطار. خدتها من المطار هنا على طول وتسلمها المطار، ولا بغى يسلمها في كازا في اي بلد. ايوه انا قلت له هسلمها في حته ثانيه، وهيجي لي الراجل يستلمها مني. قال لي ماشي، هتدفع $20 هيجي لك ويستلمها منك. كده احنا ايه، شفافيه 100%. ومرحبا بك، عندنا عربيه السياره فخمه، سياره جديده، معامله احسن معامله. احسن معامله. ايه ديزل يعني ايه ديزل؟ ديزل ما يصرفش، زعما ما تصرفش. يعني انا احط بنزين ديزل مش بنزين؟ لا ديزل بنزين عندنا يصرف كتير. فالديزل يكلفك مصاري بزاف. يعني انا لما اروح البنزين اقول له عايز ديزل هذه تبقى تلف. بكام الديزل؟ هذه تبقى تلف وما تصرفش لك. بكام الديزل؟ ديزل بكام؟ 12 درهم. 12 درهم اللتر. اللتر لتر 12 بنزين
البنزين 14 درهم. نروح بيها مراكش. روح بها حتى لايطاليا. هذه الهونداي اكسنت جديده عربيه. والله حلوه حلوه والله يا جماعه، العربيه كويسه جوه سرعه فيها بلوتوث كل شيء. فيها بلوتوث والدنيا والريحه حلوه والعربيه نظيفه من جوه. انزل كده عد فلوس دي. انت راك من بلدنا، راه من احنا الحمد لله اخوه، سواء اخوه عند الله عز وجل. الراجل بيقول لي شويه تعليمات قبل ما نخش بقى ايه كذا. انا ولد بلد ولد كازا، مع حتى اجنبي يسرقوا لك الهاتف والزجاج ديما قفلوا خدم المكيف، فهمتيني، باش ما تهبطش الزجاج ويجي يسرقوا لك ويروح، فهمتيني. وكاين يسرقوا لك المحفظه، يسرقوا لك الفلوس. خلي بالي وانا بتمشى، خلي بالك تتمشى ايوه في السياره، فهمتيني، انت انتبه. وهذا الشيء عندنا اكثريه في كازا، اما في الاماكن الاخرى طنجه وداك الشيء ناس كويسين، ناس شويه. مراكش برضو كده؟ مراكش لا، ناس فيها العساكر بزاف. الشرطه هناك الدار البيضاء اللي هي كازابلانكا. في ناس بتتلخبط فاكره ان الدار البيضاء غير كازابلانكا، لا هما الاثنين واحد. واو يا جماعه بصوا المنظر، الخضار والشجر. عايز احط ب 200 درهم. 200 درهم. عايزين ندور على المكان اللي هنزل فيه، لو ما عجبنيش هرجع اخد العربيه واروح مكان تاني. المهم خد مني 10 درهم عشان ركنت العربيه هنا وهسيبها يعني. عايزين نعدي الشارع بقى يا جدعان زي مصر عادي، بس في التعديه مفيش احسن مننا الصراحه. الله الدنيا بناس. مرحبتين بك حبيبي مرحبا. والله اوتيل ارتيزانا معروف. حلو ده. وي سا سي اوتيل ويزاد لذيذ. وي كله زي الفل. اسمك ايه؟ ايوه شايفين بيبقى مفتوح من فوق كده وفي ساحه وتخش بقى الغرف عليه، بس نضيف قوي يا جماعه، شكله نضيف قوي. اوه واو. ده سعره 30 دولار في الليله، فكويس بالنسبه للسعر، حلو قوي، ريحه حلوه ونضيف. في ماتش المغرب واوكرانيا شغال. كام على 1-1. تشجع مين؟ تشجعوا المغرب ولا ايه؟ تشجعوا المغرب؟ نشجع اوكرانيا عندها الحرب. نروح بقى لتاني اكبر مسجد في افريقيا اللي هو موجود هنا، نص ساعه مشي تقريبا، نتمشى ونشوف بقى كل حاجه على طول كده. خد شمية زوينة زوينة يعني حلوة؟ حلوة. كام دي؟ لا كفاية. درهم بس. شكرا. الله يخليك. حلوة الشمية يا جماعة، جربوها. المدينة مدياني فايبز المعمورة. مرحبا. 2-1 ولا 1-1؟ 2-1. خسروا المغرب خسروا. لا هو الجامع بيفتح وقت الصلاة بس، اللي هو بعد ساعة ونص، فايه اتفرجوا عليه من هنا يا جماعة. اسمه جامع حسن الثاني. حسن الثاني، قول لي معلوماتك عن جامع حسن الثاني. مش عارف صراحة. ده تاني أكبر مسجد في أفريقيا، ده اللي أعرفه. ودي تاني أكبر مأذنة. طب أنتوا دخلتوا جوه ولا ما؟ كبير؟ كبير والله. مسبح؟ بجد والله. في حمام يعني، في حمام ومسبح. مسبح نعوم فيه يعني؟ في ناس بتعوم فيه؟ نتكلم الامازيغيه والعربيه والقليل من اللغه الانجليزيه والفرنسيه. ميمو. هذا عبد الحكيم. اسمي يا عم مغربي. عبد الغني. ايه الاسم الحقيقي ايه؟ ميمو اسمك الحقيقي؟ ده دلعوك ده، انت داخل عنقود ولا ايه؟ يابا محتاجين تروحوا زنزبار. جبت لكم زنزبار لحد عنده. عملوا لايك واشتراك. لا يا اخونا حبيبي مصري. ديما مغرب. واخو مصر خاوي. ديما مغرب ديما كزاوة كازا حاكم الآلة. زعلنا الاهلي. كده مش هتنزل يا صاحبي. يا ول. اوصل كلمه واحده، تحياتي لفلسطين وحب فلسطين حرة. كازا كبيرة بزاف، كبيرة. وملي كانت ماما صغيرة أنا كان غير خاوي. مفيش خالص حاجة. البحر تيجي حتى لهنا لحد هنا. اي الله يعاونك. الله يخليك. الله يسهل عليك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. لما طلع من البحر كان بيجي لحد هنا. الست لطيفة قوي. ماتشات الكورة هنا في الشارع ماتشات بجد يعني، ناس كبيرة اللي بتلعب. جمع كبير. بس كده؟ بس كده. حي على الفلاح. من جوه رهيب بجد، ضخم جدا من جوه. اخر حاجه هنعملها النهارده ان احنا هنروح نجرب
اكله مغربيه. احمد مازن قرر انه ينهي اليوم معايا بوجبه في المدينه القديمه. كده بنتمشى في حواري ايطاليا. ده رياض عادي يعني، بيت تقليدي وحولوه مطعم. احمد عزمني عليه هنا في زقاق محدش كان يتخيل ان هو موجود. دخلنا بقى تلاقي كل ده. عبارة عن دجاج بالليمون والحامض والزيتون. هي طعمها مسكر، لحمه مسكره شويه. صح، هذا عشانك. صباح الخير من كازابلانكا. النهارده رايحين مراكش، هاخد العربيه وهننطلق تقريبا ساعتين او 3. المهم مراكش انا هعمل لها فيديو لوحده، ولكن هي من الاماكن اللي لازم تزوروها. فلو ما اتفرجتوش على فيديو مراكش بتاع السوق نزل والساحه وكل حاجه في مراكش، وهنا مجرد نبذه بس. صح ولا ايه يا مهندس؟ صح يا صباح الخير من مراكش، متجهين الى السويره. اعتقد هي مينا مشهور جدا، وهناك بيفطروا سردين على البحر. بس في الطريق في حاجه مميزه جدا، لو عرفنا نشوفها هتخلي الفيديو في حته ثانيه. الى السويره، يلا بينا. ايه ده؟ الله، ايه الشجره دي؟ دي الشجره اللي بيبقى عليها معيزه اهي، بس مفيش معيز دلوقتي. هبقى احط لكم صورتها، بصوا عامله ازاي. يا جماعه السويره مدينه ساحليه على المحيط الاطلسي، ومشهوره بالرياح، بيسموها مدينه الرياح عشان الهواء اللي فيها. الجو هنا حلو جدا، احلى 100 مره من مراكش. اقتصادها قايم على السياحه والصيد. من مصر. من مصر. مرحبا. اهلا بيك. انا صويري. سوري؟ صويري من صوير. موغادور. الاسم القديم ديالها. موكادور اسم القديم. موغادور. ودلوقتي اسمها ايه؟ الصويره. اللي قدامي دي طلعت وزاره الثقافه. قرار مع المنظر. سامعين طيور النورس؟ هي اسمها مدينه الرياح، مشهوره بطيور النورس. الجو دلوقتي 24 هنا في مراكش، حاجه و40. الناس رايقه. حاسس ان انا في ايطاليا. واو. السلام عليكم. عندهم كور معموله من الخشب. واو، والله حرفه قويه. بهارات من ضمن الحاجات اللي هتشوفوها هنا كتير. 5 1 2 3 4 5. يا ولد حلو. اعتقد وصلنا. هلو. Do you speak Arabic? لا. English? English, yes. Okay. Where are you from? I'm from France. So write your passport number right here. You can have a sit inside. Yeah, sure. Thank you so much. هي دي حلاوتها بقى، انت عندك خصوصيه وفي نفس الوقت تنزل تحت مع الناس، تتعرف وتتعامل وكل حاجه. حاجه $30 في الليله، بس الحمام مشترك. هنطلع اوريكم المنظر من فوق. كل ده زليج. اوكي، بصوا الالوان حلوه قوي في الهوستل ده. انا انبسطت، انا نفسي اتفتحت. اوه، المحيط الاطلسي اهو. Hi, sorry. Say hi to Egypt. احلى حاجه في الهوستل ان هم بيحطوا كل الانشطه اللي ممكن تعملها في اليوم. سوق عجل، ممكن تعمل حمام ومساج، ده اللي احنا هنعمله، او تعمل سيرفنج، بيتش اكتيفيتيز، ممكن تركب الحصان زي عندنا في الساحل، تركب حصان على البحر وبتاع. ممكن نروح نشوف الموضوع ده بس، فلذيذ. تعالوا نروح بقى البيتش نجرب. العب 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 يا معلم. محمد صلاح معاك، محمد صلاح معاك. العب محمد صلاح يا ولد يا ولد. مصري. شرفين. مغربي. شرف ليا. مرحبا بك. ام الدنيا والمغرب ابوها. شو اسمك؟ احمد. شرفين. طه. انا عبد الله. فرصة سعيدة. مزيان. اللي سبايدر مان. ايه؟ اللي سبايدر. هو ده اللي انتوا عارفينه؟ حرام عليك يا عم. طب قول لي ممكن نعمل ايه في السويرة بقى؟ اكتيفيتيز، انشطة. جو كايت سيرف.
ماشي. تسمع القناوه. الجناوه ايه الجناوه دي؟ القناوه الموسيقى ديال التقليديه دي مشهوره هنا يعني. أي. اسمعها فين؟ على البيتش؟ كافي ريستورون. حلو. ايه تاني؟ في الليل بالليل ماشي. طب عندكم معلومات عن الشجره اللي عليها المعيز دي؟ عايز اروح اشوفها. صغيرة. انا معايا عربيه ممكن اروح. في الخارج صغيرة. ما انا عارف، بس هي بيطلعوا امتى؟ وانا جاي ما شفتهاش، ما كانش في حاجه على الشجره. انا ما نعرف الصراحه. هي موجوده بس هي الشجره فاضيه يعني. وانا جاي لقيتها فاضيه. ما كانش معز. ما كلمت صاحبي قال لي اطلع على العصر كده هتلاقيها علشان الشمس. على العصر. فانا هروح تاني انطلق شويه الاستكشاف. قررت اروح على الشط نتمرن زي ما انتم عارفين. انا بتمرن كل يوم، فايه لازم نقفش دي تمرينه صاحبي. ومش في شجر عليها معيز؟ في شجر عليها معيز. بص ما بيمزجوا اللوز. ايه الارجه ده؟ ممكن ادوق؟ مصر لوز وبرتقال وارجه. ايه هي مش عارف. ده حلو قوي. واو. ممكن ريحته حلو. هعدي عليكم وانا راجع. طيب ان شاء الله. شكرا. ده في كل حته. نجرب بقى في كل واحد. تيست. اللي ورايا ده بقى كله سور المدينه القديمه، يعني الهوستل اللي انا نازل فيه جوه المدينه القديمه. الايس كريم شغال. ايس كريم شغال. صورك انت مشهور؟ طب خلاص تعالى يا عم يعني اشهرنا يا باشا. اسمك ايه؟ ايوه يا باشا. اسمك ايه يا باشا؟ انا سميتي محمد. يعني انت كده خلاص كل مصر اسمها محمد. محمد مين؟ اسمي مادي. مادي يوتيوب؟ لا على صويره. على اسوير، معروف باسويره. دخلت كابتن مادي اسويره الاقي تلاقيني انا. طب ادينا واحده ايس كريم بقى على حساب مادي عشان ورشيات لحوم شي قناه ولا ايه؟ طب الايس كريم والراجل ده تمام نشيره. طلعني. 2 درهم. 2 درهم يا جماعه. السلام. الله يخليك. شكرا. ايوه يا باشا. ايه رايك في البلد عندنا؟ المغرب زين ولا لا؟ زوينه. طيب. زوينه صافي. احلى حبايب المصريين والله العظيم، شهاده للتاريخ. اخوي ما حبايبك في المغرب يعني. الله يخليك والله. زي كانك في مصر يعني. ايوه موجود اهو. انا اخواتي وبيصورني اهو. بصوا عشان الحر يا جدعان. ادي برتقان وادي ايس كريم، والراجل صاحبني خلاص وبقى بيتمشى معايا والدنيا حلاوه خالص. الشباب مالها مرميه كده على الطاوله في ايه؟ عايز عصير؟ هو عرفني على باباي سويره، عندها مطعم باباي. شكرا يا حلوه. والله لزاز. ده فرق كبير قوي بين مراكش وهنا الصراحه. مختلف الجنسيات، ناس كتير قوي، اجانب على محليين على مغاربه على كل مش طبيعيين. في كل حته روحها لازم في ناس بتلعب كوره. كورة شعبية. بنحب الكورة من قديم. خلي بالك هيخش فيك جول. طيب قررت اخد العربيه وارجع تاني ساعه كامله في الطريق عشان اشوف شجره المعيز. خلصنا التمرين نروح بقى نكمل شغلنا. تقريبا نسيت محفظتي في الشنطه، فدماغي بقى عماله توديني وتجيبني. المحفظه ضاعت ولا يعني هعرف بعد ما نروح ونرجع، ربنا يستر. طلع ان الشجره مش موجوده بقى لها 4 شهور خلاص عشان ارتفاع الحراره، وعملت مخالفه في الطريق فالبوليس وقفني وانا معيش فلوس. قعدوا يقولوا لي طب هنعمل ايه دلوقتي؟ معكش فلوس؟ وفي الاخر عدوها لي يعني، مشوا لي الدنيا وقالوا لي خلاص بس ما تعملهاش تاني، ما تمشيش من غير فلوس وبتاع. ف كويس والله. بس الشجره مش موجوده بعد كل المجهود ده. يلا نرجع على السويره ونكمل باقي استكشافاتنا. السلام عليكم. عايز سردين مقلي زي الراجل ده كده. سندوتش سردين. بتحب مصر؟ نحن خرا. نحن عرب. الشوق بغني لك. ايوه. حلو. التون والشطه والبصل وكله عامل شغل عليه قوي. الحاج احمد اجرود زغرود اجرود الحاج احمد اجرود بيقول لي ان هي السويره اقتصادها قايم على السياحه
الصناعات التقليديه، السمك. مونجا يا نهار اسود، ايه يا جدعان؟ المينا بتاعهم مشهور جدا، ولكن هنيجي بكره الصبح علشان نجرب الفطار لانهم بيفطروا سردين، ونتفرج بقى على الصيادين. في كميه مراكب دلوقتي. باراكودا دي اسمها باراكودا يا جماعه الطويله دي. بصوا كميه المراكب. ما هذا؟ ايه ده يا معلم ده؟ اهلا مرحبا. مرحبا. ده ايه ده؟ المحار. طب انا عايز محار. ايه ده؟ قول بودي بحر عليه ليمون ده ولا ايه؟ عاوز تحط ليمون حط ليمون. حط ايه؟ عاوز انا الزعمل كولي هذا اليوم هذا غريب اليوم حلوه حلوه. انا دوقته في لبنان، هل هيكون نفس الطعم؟ لا مش نفس الطعم. مختلف؟ مش نفس الشانل؟ ضياء فيلمز. Je peux passer vidéo? ها؟ Je peux passer? يعني ايه؟ انجلش انجلش. You want to be in the vlog? You want to be in the vlog? Yeah. Yes. You want to be in the vlog? Yes. Say hi to Egypt. Hi. ده طعمها بحر قوي. ما عجبتنيش قوي الصراحه، بس المحار ده حلو. هو انت بتحط عليه ده ولا ايه؟ عملت لك كتير. عارف ليه؟ عملت لك كتير. ليه بقى؟ عشان انت قلت لي انا هاكل النهارده وبكره هاجي اقرر اكل ولا ما باكل. فانت هتخليني اجي. انت هتقرر انك تاكل. انا قررت اجي بكره افطر يا جدعان هنا خلاص. الايه اسمها ايه تاني؟ الزغلة عملت قلق الصراحه. حلوه. بعدين اقول لك فوائدها ايه. لا حلو. بعدين اقول لك فوائدها ايه. قول لي. بعدين بتعمل سردين اقول لك المفعول. قول لي. المفعول دي هتعرفه النهارده. النهارده هتعرف. خلاص فهمت كده. صباح الخير. قررت اروح عند المينا عشان افطر السردين. انا مش قادر اصلا اتكلم، مش عارف ازاي هحط في بقي سردين. بصوا كمية السردين اللي طلعت هنا. بيبيعوه جملة للناس اللي واقفة هنا، بيبيعوه الصندوق ب 400 درهم، وبعد كده بقى الناس بقى بتروح تشتري من هنا وتشوي وتاكل. 10 دراهم. ماشي. لو بيجي عليه في المدينة هناك مقاهي بيشوا ب5 دراهم. احنا عايزين نشوي دول. كام سمكة دول؟ نص ساعة عمال اتمشى اشوف حد، هم اصلا ما بيفتحوش قبل الساعة 12 تقريبا للشوي. ده ايه؟ شو هذا؟ هذا بطبوط. ايه؟ بطبوط. بطبوط اسمه بطبوط؟ اسمه بطبوط. بطبوط. بطبوط بالعسل والزبدة والأملو وزيت العود والفرماس. أحلى جدعان. حبيبي. مصريين الصعايدة. اسمك ايه طيب؟ نادي. نادي؟ المكان اسمه مهدي. كافادوس. كافادوس. مهدي قاعد في كافادوس. لو اي حد جاي السويرة يجي على كافادوس، انا بيعملوا لي السردين. سويرة. صويرة. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. مصر يا باشا هتلعب المغرب في الفاينل ان شاء الله. ان شاء الله. اولمبياد. هنشجع مين ساعتها بقى؟ المغرب. اي السردين. تم شوي السردين بنجاح. لا حلو قوي. 10 ل 12 عشان اكلها، بس حلو جامد الصراحه، يستحق الانتظار يعني. زي الفل. شكرا حبيبي. احاسب مين؟ ايش نقول لك، احنا لما بنشوي عندنا السمك تبعنا. ايوه بس عملنا معك الواجب. مرحبتين مره اخرى ان شاء الله. لا مفيش. لا تعالى بس خد. مفيش والله، ما ينفعش. على الاقل الناس دي. انا على الاقل. الله عايشه. الله. انا هو سلطان السمك. ذوقك حبيبي. شكرا على ذوقك حبيبي والله. تسلم ربنا يخليك. الراجل ما رضاش ياخد فلوس
ومن عنده يعني عليه، واديت لهم بس تيبس. ف الله يكرمهم. يلا بينا، توكلتوا على الله الى كازابلانكا. 4 ساعات ونص تقريبا الطريق. اكيد هقف كتير في النص يعني، فممكن نوصل بعد 5 ساعات او 5 ساعات ونص بعد 5 ساعات تقريبا بقى، عشان بقى كمان خدت بريك في النص. وصلت كازابلانكا، نازل في نفس المكان اللي انا نزلت فيه في الاول برضو، هنا عند المدينه القديمه. وبكره هقطع تذكره قطر البراق اللي هو اسرع قطر في المغرب واعتقد في افريقيا، وهناخده لحد طنجة، مدينه ساحليه ولكن بيقولوا ان هي بطابع اوروبي جدا. صباح الخير، حان وقت ان احنا نروح لطنجة بقطر البراق. انا لسه موجود في كازابلانكا. ميه ميه مختلفه عن الميه العاديه بسم ولا الله. ايه؟ بخنا بالقطران، قول بسم الله. بسم الله. والشيفه ان شاء الله. الصحاري هي فيها ميه ورد دي ولا ايه؟ ميه فيها شويه عرعار. القطران القطران القطره. اييه القطره. بالله تحيه تكونوا طيبين، ودير هذا هو بتجي معاك. بسم الله. شكرا. صحتك. شكرا. الراجل قدامه ساعه ويوصل عشان يستلم مني العربيه. يا رب بس الحق القطر عشان القطر الساعه 2 والساعه دلوقتي 1. فبما انه قدامه ساعه انا قررت اقعد اعمل اديت. يعني الساعه دلوقتي 2 والراجل بتاع العربيه لسه ما جاش. انت فين يا باشا؟ مش فاهم حاجه، انت فين؟ انا واقف مستنيك والساعه 2 القطر هيمشي. انا مش هديك المفتاح غير لما اركب القطر، فانت هتخش معايا. اخليك المفتاح فين؟ مفيش حد واقف هنا. مش لاحق. شكله حلو. شو الحمام والله نضيف. وصلنا طنجة. منها تقدر تشوف البحر، التقاء اللي هو البحر المتوسط مع المحيط الاطلسي. وادي اسرع قطار في افريقيا. احب اقول لكم ان الحجز كان اونلاين. اعتقد التذكره كانت 250 او 220 حاجه كده، 225. التوتال رايح جاي كان 550 درهم مغربي. فلذيذ يعني، تقريبا 25 دولار رايح وجاي، وبيوصل في ساعتين. لو خدت العربيه توصل في 4 ساعات او 5 ساعات، فاكيد احسن بكتير، بيوفر وقت ومجهود، ومن جوه نضيف. كل الناس بتاخده. يلا موروكو. محطة طنجة المدينة ورايا، ودلوقتي هتجه للمكان اللي انا نازل فيه. نازل في رياض كده. للاسف دلوقتي عشان صيف فالسيزون، فالاسعار غاليه قوي. يعني المكان اللي انا نازل فيه ب 75 دولار في الليل. رياض كان تقريبا 40 دقيقة مشي او ممكن 10 دقايق بالعربية، بس 40 دقيقة مشي وانا لسه جاي المدينة. دايما في حدود ال 40 ممكن اتمشاها عادي عشان اتفرج بس على المدينة يعني، اشوف اول انطباع ايه. والله اول انطباع نظيفة. ايه ده نظيفة وكبيرة اوروبية بس مغربية، فايبس جنوب افريقيا شوية. انطباع ليا ان هي شبه كيب تاون جنوب افريقيا، ولكن بفايبس بقى ميدل ايسترن. والامان طبعا، لان جنوب افريقيا الواحد بيخاف يتمشى فيها اصلا. انا ماشي لوحدي عادي جدا طبعا، يعني احنا في المغرب تقريبا. انا عشان حاجز في المدينة القديمة فهي موجودة على مطلع، انا عمال اطلع بس. تعبت. اعتقد الطريق بقى احسن سنة، بس مش قادر. ذكرى قط. رياض ايدر. اصحاب التوريزم سوق برا ولا سوق داخل؟ لا هنا اسمه رياض. في رياض اسمه ايدر. الرياض؟ رياض ايدر. تسلم، ربنا يديك الصحة. هو قرر يساعدني، عارف من الصوت. يوتيوبر. اوبا يوتيوبر معروف. انت يوتيوبر معروف كمان؟ نعم، عندي نص مليون. اوبا ده يوتيوبر معروف قوي. في ايه؟ اوه ايه بتعمل فيديوهات عن ايه؟
كان كل شيء. انا عمال اقابل ناس هنا كلهم يوتيوبرز شايفين. واو تسلم ايدك. بلوش. واو انت اللي عامل التصميم هنا ولا ايه؟ انت اللي عامل التصميم؟ انت صاحب المكان؟ انا صاحب المكان. احنا اثنين صحاب المكان. صاحبي فرنسي. عندك شريك فرنساوي في المكان. المدينه القديمه. يعني محتاج تقول لي اخرج منين وارجع منين في طريق مختصر. يسار يسار يسار. الله بسم الله. واو الحمام جاي. الحمام عندي فول واي فاي. كلهم نفس الباسورد؟ كلهم نفس الباسورد. حلو. ولكن اسم الواي فاي بحر ولا محيط ولا نص؟ مش هنا بحر متوسط؟ لا هنا متوسط. ده البحر المتوسط. متوسط. والمحيط كده. في نقطة اشوف منها الفاصل؟ نعم كبس بارتر. دي ممكن اروح اشوف الفاصل. كبس بارتر. اللون المياه مش نفس اللون. نفس اللون والله. المياه اللي كيتجوز هنا في المغرب. اقدم ميناء موجود. من هنا مرة طارق بن زياد. واسبانيا قدامنا هنا. هذه لا هذه اول سفارة؟ أول سفارة للولايات المتحدة الأمريكية خارج البلد يعني. وهذه البناية كهدية للأمريكان 1821. طيب حان وقت استكشاف طنجة. هنستكشفها النهارده وبكره. فأول حاجة سمعت عنها في كافيه اسمه الحافة بيبص على مضيق جبل طارق، لأن مضيق جبل طارق في الشمال، فنروح نتفرج عليه. أنت من فاس؟ نعم من فاس. من فاس. صناعة الجلود. صناعة الجلود. شغال في ايه طيب؟ انا شغال في الكافيتيريا. هنا في طنجة؟ هنا في طنجة. اوكي. ايه كافيتيريا حلوة نروحها طيب؟ الحافة. الحافة؟ خلاص انت رايح الحافة؟ انا رايح الحافة برضه. نعم انا رايح الحافة. يلا خلاص لقيت الناس اللي هيودونا. الكافيتيريا دي بقى لها قد ايه؟ زمان. انا قريت ان هي 100 سنة تقريبا. المفروض ان طنجة دي استراتيجية عشان كان زمان بيمروا منها قبل قناة السويس، يدخلوا على اوروبا على افريقيا اسيا. فعشان كده هي موقعها استراتيجي، بس هي دلوقتي بقت سياحيه. مدينه سياحيه قويه. ايوه صح. نشرب شاي بالنعناع. شاي بالنعناع. انت بتفهمني بسهوله بس انا افهمك بصعوبه. انا بفهم مثلا 60% من كلامك. بس بجمع من يعني الموت كله عامه. دي كلمه في الاخر كده ومجمع الجمله كلها. احنا بنفهمك 100% عشان بتتفرجوا على مسلسلات كتير يا عم. كفايه مسلسلات. عزموني اقعد معاهم هم واصحابهم على كافيه الحافه، نشوف بقى اهل المغرب بيعملوا ايه، بيقعدوا يتكلموا في ايه، هل هفهم حاجه اصلا ولا مش هفهم؟ ان شاء الله. ياسين يونس يا معلم. مساء الخير. ايوه كده يا باشا. مساء الفل. كده مساء الفل يا باشا. مساء النور. ايوه كده ده بيفهم. ده بيفهم مصري كويس. لا اسمها خش هتجيبك. انا يا زميلي مش هسيبك. خش هتجيبك. على كده يا كابتن. ايه الحوار ده؟ يا نهار ابيض. ده سانتوريني. ده صاحبي الجديد. وده صاحبي الجديد. لقيته رايح المحرم واخدني يديك الصحة. اصحابنا هنا. يا اخويا اسمك ايه؟ عبد الراحم. عبد الراحم. انت امازيغي ولا ايه؟ امازيغي ولا ايه؟ عربي. هو ده الفيو. قررت ان انا اقعد اكل هنا والاسعار حلوه. ودي اسماء ودي سناء عماله تصور في الشاي بقالها ساعه مش عارف. هذا طاجين لحم. انتوا واخدين طاجين لحم؟ حلو. ايه ده قوي ده. لا اختياراتي النهارده موفقه الصراحه. صباح الخير. هنكمل النهارده رحلتنا ونستكشف باقي طنجة. بصوا هنا في ايه يا جماعه. ضريح ابن بطوطه. ده واحد من اشهر الرحاله في التاريخ، يعني راح يحج قعد 30 سنه ما رجعش، فضل يلف العالم كله، عدى 44 بلد في عصر يعني ما قبل النقل البخاري. ما حدش كسر الرقم بتاعه. عمل تقريبا 121,000 كيلومتر، فرقم كبير جدا وقتها يعني. الهوا هنا حلو يا جماعه، فريش. الى مسجد طنجة الاعظم نصلي فيه الجمعه وافرجكم عليه برضه، بس انا حبيت اعدي من الحديقه دي عشان تشوفوا المنظر. دي وسط المدينه عادي جدا.
يعني دايما الحاجات الملفتة بالنسبة لي بتبقى الزرع كتير، لان احنا يعني في القاهرة لما بتتمشى ما يبقاش فيه زرع كتير، فأي حاجة كده في النص ببلاش بتلفتني، بس هم محافظين عليها بصراحة. حتى في النص هنا هتلاقوا طبعا مقاهي عادي، الناس بتبقى قاعدة عليها في كل حتة، تحسها دولة أوروبية بس يعني شرقية. الميكس ده حلو قوي. مسلم احمد، اسمه احمد. مش مشكلة، مسلم ولا مش مسلم تعال هنا، مش الفرق مسلم. احنا كلنا مخلوقات الله، ابانا ادم. صح. يعني ويلكم، نو بروبلم. طريقة تلف بيها المدينة السيتي تور باص، اللي هو الباص الدورين ده اللي موجود في كل حتة، تقريبا ب 100 درهم او حاجة او 150، وتلف المدينة كلها. فاحنا ممكن نروح المكان بتاع كيف سبارتال ده اللي هو بيبص على المحيط والبحر الفاصل. اوكي. الحديقة والمتحف، الحديقة والمتحف والمنارة. احب اقول لكم ان المدينة في حتة تانية، مش منطقي اللي انا شفته ده. ولكن اعتقد عشان تستمتع بيها، انا خدت الباص زي ما انتم شايفين، الباص الاحمر ده، عشان تستمتع بيها قوي لازم تكون معاك عربية يعني، وتروح كل الاماكن. هو تقريبا الخط بيبان يوم على حسب الشمس، بيبان يوم والجو، فالخط الفاصل ما بين البحر والمحيط النهارده مش باين، ولكن هو بيبان في المنطقه دي، وفي لوحه كمان بتقول لك زي موجوده قدام شويه هنشوفها يعني. دي اعلى نقطه في شمال افريقيا. اوكي. اعلى نقطه في شمال افريقيا. اعلى نقطه عند المناره دي في شمال افريقيا. المغرب ومين؟ مع امريكا. كسبوا يعني. كسبوا. فيفا مغرب، فيفا مغرب. غلطوا في الفاينل، غلطوا في الفاينل. مصر. محمود صلاح وعادل امام. محمد صلاح. حكيمي. واو واو واو. يعني انا دلوقتي على اعلى نقطة في شمال افريقيا. اوه، اعلى شخص في شمال افريقيا. واو يا جماعه، المنظر في طنجة خيالي. ايه ده؟ انتوا مش مغاربه، اردن احسن ناس. حبيبي قلبي. مضيق جبل طارق. ايوه. عبر طارق بن زياد من الضفه من المغرب الى وين؟ الى اسبانيا، كان يسمى الاندلس، واسبانيا هي اللي قدامنا دي، شبه جزيره ابيريا. فلما وصل هناك سمي المضيق، الجبل هذاك سمي باسمه مضيق جبل طارق. والميه بتاعت البحر الفاصل المفروض بيبقى ماشي كده صح دلوقتي؟ يعني هو باين اللون شويه هنا بس مش هيبان في الكاميرا. يعني هنا تقدروا تشوفوا البحر المتوسط لونه افتح شويه، وعلى طول المحيط الاطلسي، وماشي بقى مكمل على طول لغايه المضيق. اكبر مسافه 12 كيلومتر للمضيق طبعا. في المضيق واقصر مسافه 7 كيلومتر. ايوه صح، ما جاتش في دماغنا دي. ليه ما يعملوش جسر 7 كيلو ما بين افريقيا واوروبا؟ فهو بيقول علشان العمق عميق جدا الارض، فما يقدروش ينزلوا باساسات، لان في جسر ما بين البحرين، في ما بين البحرين والسعوديه. في 25 كيلو. 25 كيلو البحرين والسعوديه. نعم. بس الارض اساسات يعني اللي بالسعوديه بروحوا على البحرين كل خميس وجمعه، بروحوا بزوروا البحرين وبروحوا بنفس اليوم. تمام. ممكن بس اروح الشط اتمرن واقعد على الشط شويه، اشوف شاطئ طنجة عامله ازاي. وبعد كده في حاجه كمان ممكن بقى تعملوها من طنجة، بتتعمل بتروح على حاجه اسمها سيتي ام باص، محطه باصات اسمها سيتي ام، وبتحجز باص بحوالي $6 وتروح على شيفشاون. لو عايز تشوف اللي هي المدينه الزرقاء دي كلها اسمها شيفشاون. الناس بتقضي هناك يوم وتاخد باص تاني في الرجوع، نفس الباص تاني تاخده في الرجوع يعني. سلم على مصر عشان هنتقابل في الفاينل. سلم على مصر محمد صلاح. قررت اروح على الشط علشان نشوف الميه زرقاء صافيه مش صافيه، وبعد كده نعمل حمام مغربي، علشان بيقولوا ان الحمام المغربي ده مختلف، واعتقد ان انا بيعملوا سكراب مش مساج وكده، في حاجه مختلفه.
اعتقد الميه هنا الميه غامقه، بس هي المفروض ميه البحر المتوسط، ولكن مش زي الساحل يعني، مش الصفاء بتاع الساحل، بس زحمه جدا طبعا. ده لون الميه. دار البارود. اللي ما يعرفش تجربه الحمام المغربي، دي تجربه مختلفه جدا، اول مره اعملها بصراحه في حياتي. انت بتخش كده جوه في غرفه عامله زي الساونا كلها بلاط، بيقوم منيمك على الارض وينزل دعك فيك يطلع كل حاجه من جسمك 3-4 مرات، بيسويك كده. اول مره اجربها في حياتي بصراحه. في اماكن تانية بتعملها بمساج بقى، بس هو هنا وهو بيغسلك برده بيعمل لك شويه مساج كده ب $2 تدفع على التذكره بره، و$5 حد يغسلك. طبعا مش هيخلوني اصور جوه علشان في ناس، ولكن لازم تجربوا الحمام المغربي ده، مختلف جدا. انا حاسس ان انا اتولدت من جديد يعني، هو بيدعك فيك اكنك طفل رضيع. 200 سنه 200 سنه الحمام ده؟ ايه 1810. 200 سنه 1800 1800 يا الهي. 800 2000. طيب هو موجود في طنجة في المدينة القديمة، اسمه حمام البارود. وهننهي الفيديو هنا. انا عارف ان ما لفتش حاجات، في حاجات كتير قوي في المغرب لسه ما شفناهاش، ولكن ده اللي قدرت اعمله في الفترة دي يعني. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم.